قبل ما اشرح لك يعني ايه ريبراندنج، تعال اصلا في الاول نعرف هو ايه البراندنج عشان احنا نعمل له ريبراندنج. اكيد انت في يوم من الايام سمعت جمله الراجل ده سمعته زي سمعه الجنيه الذهب، او الشركه دي سمعتها زي الجنيه الذهب. السمعه دي هي البراندنج باختصار، او بمعنى إيه مثال مخل. يعني في كتاب ذا براند جاب بتاع مارتن يومر قال ان البراندنج هو الانطباع اللي الناس بتقوله عنك عن شركتك، مش الوان، مش خطوط، مش اي حاجه فيجوال خالص. لا، هو كل الموضوع ان هو ايموشنال او ارتباطات في دماغ العميل. فمعنى كده ان ده البراندنج. فانا لما اقول لك تعال نعمل، او يجي كلاينت يقول لك انا عايز اعمل ريبراندنج، فهل تتوقع ان العميل عايز يغير انطباع العملاء بتوعه في السوق، ولا حاجه مختلفه؟ لما كنت صليت الفرض اللي عليك سواء ظهر عصر مغرب عشاء فجر، فبعد اذنك روح صلي الفرض اللي عليك. الفيديو مش هيفوتك ولكن الصلاه هتفوتك. وقهوتك الجميله وافتح ارض برد دماغك، وبسم الله نبدا. السلام عليكم، ازيك يا ابو العزيز؟ اخبارك ايه؟ لعلك بخير ان شاء الله. فيديو النهارده نتكلم فيه عن اول مره براندنج في القناه. يعني انا اشتغلت ريبراندنج قبل كده، يعني اول ريبراندنج في القناه، مش اول ريبراندنج عموما. الفكره في ايه؟ انا كنت فاهم مفهوم الريبراندنج غلط لحد قبل ما اصور الفيديو ده. كنت شفت كده كونسبت معين هنتكلم فيه كمان شويه، فايه قلت نشرح الليله مع بعضيها. الفكره في ايه؟ لما يجي لك كلاينت يقول لك انا عايز اعمل ريبراندنج، انت اصلا فاهم هو عايز يعمل ايه؟ في فرق بين الريبراندنج وبين الدي براندنج. ريبراندنج ودي براندنج. طيب هو ايه اصلا اللي بيخلي الشركات ترجع للريبراندنج او الدي براندنج؟ هو اصلا هو ايه الفرق بين الاثنين؟ اقول لك امثله، ومن خلال الامثله دي هنعرف الفرق بين الريبراندنج وبين الدي براندنج. اول سبب من الاسباب اللي ممكن يخلي الشركات ترجع للريبراندنج او الدي براندنج هو سمعه الشركه نفسها. بما ان البراندنج له علاقه بالسمعه، فممكن تكون السمعه دي او الشركه دي سمعتها بقت وحشه، نزلت مثلا منتج ضرب السوق، او منتج عمل مشاكل في السوق، او منتج عمل اي اسباب، او عندها خدمه او وات ايفر هي ايه. فبالتالي الشركه زي ما بتقول احنا بتغير جلدها، فبتنسحب من السوق باسم وبتنزل باسم جديد، اللي هو المبدا بتاع ايه؟ كن نفسك قبل ما حد ياكلك. وفي الغالب القرار ده بيكون قرار استراتيجي، ان هو في مشكله استراتيجيه، او في شركه مثلا مشكله في الماركتنج او المبيعات، او العملاء ما بقتش تتقبل المنتج بتاعنا او الخدمه بتاعتنا. ففي الحاله دي بنرجع للريبراندنج. ده ممكن تلاقيه في شركات كتير، ولكن يعني صعب انك تعرف في السوق، خصوصا ان الشركات اللي بتعمل الموضوع ده بتبقى بتعمل تغيير جذري في الهويه البصريه بتاعتها، الهويه البصريه والبراند استراتيجي. وفي الحاله دي اللي حصل ده اسمه ريبراندنج مش دي براندنج. مثال تاني يوضح لك برضو الفرق بين الريبراندنج والدي براندنج، لما حصل شركه اتصالات غيرت اللوجو بتاعها من شكل اتصالات القديم للشكل بتاع لوجو اتصالات الحالي. الموضوع كان مربك، اللي هو يا جماعه ازاي انتوا تختاروا اصلا اللون بتاع المنافس بتاعكم؟ طب ايه الفكره؟ طب يمين شمال، لحد ما اكتشفنا بعدين ان الموضوع كان عباره عن ان شركه فودافون استحوذت بشكل كبير جدا، طبعا حسب ما فهمت انا ان شركه فودافون استحوذت على نسبه كبيره من اسهم اتصالات، فعملت ريبراندنج. فالريبراندنج هنا كان ناتج عن قرار ان هو حصل توسع، او حصل ان الشركه حصل لها خدت شركه تانية، اشترت شركه تانية، فبقى عندها مجموعه شركات. فالشركات الشركه اللي تحتيها دي بقت خلاص بقت كيان تبع كيان، فالكيان الجديد ده محتاج ان هو ايه؟ يبقى تابع للكيان الام. يبقى لما شركه تعمل استحواذ يا ابو الازايد على شركه تانية فتضطر تعمل ريبراندنج، فيبقى هنا القرار نابع عن ان هنا حصل استحواذ بين الشركتين، او حصل اندماج بين شركتين. فالهويه البصريه الحاليه او البراند استراتيجي الحاليه او whatever هو ايه، ما بقاش مناسب لاهداف الشركه، او ان الشركه ما خلاص بقت مش مظبوطه، او الاستراتيجيه دي او اللوجو ده او الهويه دي كلها مش بتعبر عن الشركه. ففي الحاله دي نرجع للريبراندنج. طيب سبب برضه من الاسباب اللي بيخلي الشركات تلجا للريبراندنج او الدي براندنج هو مثلا ان الشركه مثلا تكون قديمه، البصريه بتاعتها قديمه، عايزه تعمل تجديد. ولكن كل اللي هيحصل هو بس ان هو هيبقى تجديد في اللوجو، تجديد في الفيجوالز، تجديد في البصريه. فالمرحله دي او الستيتس دي اسمها دي براندنج، او بمعنى اصح اللي الناس بتسميه ريفرش براندنج، ان هو بس بتعمل ريفرش للبراند. هنا تبقى الشركه مستقره، مبيعاتها كويسه، ولكن ممكن تكون الهويه البصريه بتاعتها قديمه، مش معبره عنها، مش بتوصل المسج اللي هي عايزاه بشكل كويس، تضطر تعمل دي براندنج مش ريبراندنج. طب يا زوز انت لخبطتني، فبعد اذنك قول لي الفرق بين الريبراندنج وبين الدي براندنج عشان انا يعني ايه اتجننت. طب بص يا ابو العزيز صلي على النبي، فايه الاسباب اللي بتخلي يا ابو العزيز ان الشركات تعمل ريبراندنج؟ ان هو زي ما قلت لك ان مثلا عندها منتج ضرب السوق، او منتج بوظ لها سمعتها، فبتضطر تعمل ريبراند عشان تغطي المصيبه بتاعتها. او ان الشركه دي حصل لها استحواذ او استحواذ على شركه ثانيه، فبالتالي محتاجه ان هي تغير او تعبر عن الشركه الجديده او اهداف الشركه الجديده او الرؤيه. او ان يكون في تغيير بشكل كامل في استراتيجيه الشركه والاهداف والجولز وكل الكلام ده. ففي الحاله برضه ممكن تكون الهويه البصريه مش معبره عن الاستراتيجيه الجديده، او زي مثلا ما بنقول ان هو ايه، حصل تغيير في الاستراتيجيه بتاعت الشركه، زي مثلا ما حصل في شركه شاومي شاومي في سلام السنين لما غيرت اللوجو بتاعها من كونه مربع اللي هو خليته بس اللي هو ايه كيرفد. وهنا كان الريبراندنج ما كانش في الفيجوال، كان عباره عن ريبراندنج في الاستراتيجي بتاعت الشركه نفسها. فممكن يحصل ريبراندنج في الاستراتيجي، او ان الاستراتيجيه تتغير او تعدل فيها، خصوصا الاستراتيجيه اصلا شيء مرن ممكن تتعدل فيها عادي. ففي الحاله دي ممكن نعمل تعديل بسيط في الهويه البصريه علشان تواكب التحديث اللي حصل في البراند استراتيجي. فدي اللي احنا بنسميه الريبراندنج. طب الدي براندنج يا ابو العزيز،
الدي براندنج ممكن يكون عندك شركه موجوده في السوق ولكن شركه مثلا قديمه، زي ما هنشوف مثلا بتاع النهارده، دي شركه مثلا من 2008 في السوق، والهويه بتاعتها قديمه، مش حاسين ان هي بتواكب التطور الحادث، فعايزين يعملوا ابديت للشركه، فعملوا دي براندنج. انا كنت بعمل الموضوع اصلا هو ايه ري براندنج، ولكن بعد الفيديو يعني تقريبا انا عرفت الموضوع ده قريب من يومين 3 ان انا كنت بعمله ده اسمه دي براندنج. فامتى اعمل دي براندنج يا ابو العزيز؟ تعمل دي براندنج لما تبقى الشركه عندها هويه بصريه قديمه عايزه تحدثها، او ان الهويه البصريه بتاعتها مش بتعبر عنها بشكل مناسب. طبعا في اسباب اكتر بكتير من موضوع اللي اتكلمت فيهم دول، ولكن دي الاسباب الشائعه اذا كان ري براندنج او دي براندنج. يعني معنى كده يا زوز لما يجي كلاينت يقول لي عايز اعمل ري براندنج، يبقى هو عايز يعمل دي براندنج ولا هو عايز يعمل ري براندنج ولا انا اعمل ايه؟ باختصار يا ابو العزيز، انت لما يجي كلاينت يقول لك يا حاج انا عايز اعمل لوجو او عايز اعمل ري براندنج، فانت بتساله سؤال بسيط جدا، ليه؟ ايه الاسباب اللي عندك عايز تعمل ري براندنج؟ لان بناء على اجابه السؤال ده هتضطر انت تبقى عارف هتعمل ري براندنج ولا دي براندنج، لان اصلا مصطلح الدي براندنج هو اصلا جديد، يعني انا اول مره اسمعه من قريب، متهيألي انت برضو اول ما تسمعه. قول لي في الكومنتات اذا كنت سمعت التعريف ده او الاسم ده قبل كده ولا لا. اذا كانت اجابه العميل انا عايز اعمل ري براندنج لان الهويه بتاعتي قديمه مش بتواكب التطور الحديث او اللي حصل في الرؤيه الجديده او وات ايفر، فانا عايز اعمل تحديث للرؤيه بتاعتي او للوجو بتاعي، هو كده هنا بيعمل دي براندنج. او مثلا ممكن يقول لك والله يا صديقي انا عندي مشكله ان اللوجو بتاعي مش بيعبر عن الشركه او اهداف الشركه، فعايز اعمل ري براندنج، فهنا يبقى هو عايز يعمل دي براندنج. طب يا زياد معلش، هو ايه ما نلخص الموضوع كله ونسميه ري براندنج او نسميه دي براندنج، انا اعمل ايه في الحاله دي؟ اقول لك الموضوع يا صديقي باختصار، سيبك من الري براندنج وسيبك من الدي براندنج، اعتبر ان احنا ايه هنشتغل من اللوجو من اول جديد. انت لما كلاينت يقول لك انا عايز اعمل تعديل في الويب البصريه بتاعتي، فانت بتسال انت عايز تعمل تعديل في الويب البصريه بتاعتك ليه؟ ايه المشكله اللي عندك؟ فاذا كانت المشكله دي قال لك والله انا مشكلتي قديمه، مشكلتي مثلا ان اللوجو قديم، الهويه قديمه، الهويه مش بتعبر عني بشكل مناسب، ففي الحاله انت بتعمل احنا بنسميه ريفرشمنت او انهانسمنت او فيس ليفت للبراندنج، بتحاول انك انت بس تاخد اللوجو او الهويه البصريه الجديده او الموجوده القديمه سوري، وبتحاول تعدل فيها. وانا اعتقد شويه ان الريبراندنج في الحته دي او الدي براندنج بمعنى اصح بيكون اصعب من انك تعمل براندنج من الاول. ليه؟ زي ما تشوف مثلا النهارده المشكله ان الشركه اللي جات لي النهارده اللي كنت الفيديو النهارده نتكلم عنها، يعني الشركه دي موجوده في السوق من 2008، انت بتتكلم في شركه حوالي ليها مثلا 2008 حوالي سكه 16 سنه في السوق، ف 16 سنه العملاء بتوعها هي عارفينها باللوجو ده. فانا هنا لو جيت عملت تغيير جذري للوجو انا كده بخسر نسبه كبيره جدا، لان العملاء اوريدي عارفه ان الشركه دي ده اللوجو بتاعها، فلو جيت غيرته بشكل جذري العميل مش هيعرفها. فكان هنا التحدي كله انك انت تعمل تعديل في الهويه البصريه او تعديل في اللوجو من غير ما تغير فيه اللي هو ايه، امشي وانت واقف. يعني ده حرفيا معنى انك انت تعمل دي براندنج لهويه او براند قديم هو اصلا مش عايز يغير فيه. ده مثال. طيب قال لك العميل انا لا ده انا عندي مشكله في المنتج، عندي مشكله مش عارف في الاستراتيجي غيرتها، طب مش عارف ايه، فساعتها انت بترجع انك انت تعمل ري براندنج او بتعمل بمعنى اصح تغيير جذري في اللوجو خالص، مثلا ممكن تشتغل دايركشن بعيد خالص عن الدايركشن هو اللي كان موجود فيه. طب ازاي يا زوزو انت بتقول لي ان انا اغير في اللوجو من غير ما اغير فيه؟ هو انا ساحر يعني؟ انا اعمل ايه؟ هو باختصار انت بتحاول تشوف ايه المشاكل الموجوده في اللوجو الحالي من وجهه نظرك كديزاينر وتحاول تشوف لها حلول. يا زوز انت بتقول لي دلوقتي ان انا اعمل تعديل في اللوجو من غير ما اغير فيه، اللي هو انت عبيط يعني؟ انت هتجنني ازاي اعمل دي من غير دي؟ هقول لك الموضوع ببساطه، انت بتحاول تشوف ايه المشاكل الموجوده في اللوجو الحالي او في الهويه البصريه بشكل عام، لان اصلا ممكن يكون السبب من اسباب ان الكلاينت عايز يعمل تغيير في الهويه البصريه ان ممكن يكون تكلفه تنفيذ الهويه دي مثلا على الواقع، سواء كان طباعه 3 دي ايا كان هي مكلفه، فهو عايز بس يقلل تكلفه التنفيذ بتاعت اللوجو ده. فلو في عندك براند استراتيجي هيكون الموضوع بسيط وسهل جدا انك انت تقدر تغير الهويه البصريه. طيب ما فيش براند استراتيجي، حاول تعملها. طيب انا مش بعرف اعمل براند استراتيجي يا زياد، اعمل ايه؟ اقول لك ممكن تاخد جزء من البراند استراتيجي اللي هو اسمه البراند اركيتايب، وده يعتبر اللي هو يعني ممكن نقول ده مدخل في البراند استراتيجي او جزء يخص البراند استراتيجي في جزئيه الفيجوال. لا كده ده كده عليا زياده ابو العزيز، صلى كده على النبي في قلبك وقول لي ايه الكلمه براند اركيتايب دي تطلع ايه؟ اقول لك باختصار صديقي، انت دايما تسمع ان البراند ليه شخصيه، والغالب تسمع ان الشخصيه دي مثلا ممكن تكون فريندلي، ممكن تكون فورمال. وللاسف انا كنت بعمل الكلام ده وقلته كتير في القناه عندي، ولكن دلوقتي احنا ايه بنتعلم مع بعضينا. البراندز اركيتايب هو عباره عن شخصيات البراندز او الشركات. هو اصلا المعنى جه منين؟ في دكتور سويسري، يعني انا ما اتذكر ما كنتش يعني غلط، فهو دكتور سويسري قسم لك البني ادمين 12 شخصيه كتصنيف شخصيات، يعني هو اصلا التصنيف ده هو اصلا للبشر. فقال لك طب ما ندخل الشخصيات دي ندخلها في البراندنج عشان تساعدنا ان احنا نقدر نعمل او نبني شخصيه للبراند بشكل كويس. فدلوقتي هو البراند ما بقاش فورمال، ما بقاش فريندلي بقى، زي ما هنشوف دلوقتي مع بعضينا 12 شخصيه ممكن تختار الشخصيات دي او تختار الشخصيه المناسبه لكل براند. طيب يا زوز انا ازاي اعرف ان البراند ده محتاج الشخصيه دي او اعرف ان الشخصيه دي مناسبه للبراند ده؟
اقول لك ممكن تستناني لما انزل فيديو البراند استراتيجي هنتكلم فيه عن الجزئيه دي بالتفصيل. فممكن تشوفني في القناه، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو، تعمل كومنت، او اصدق انك انت تقدر تعمل سيرش بتاعك وتعرف هو ايه اصلا البراند اركيتايبس ده وبيتكون من ايه وبيتعمل ازاي. لا 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 لا، بص يا بزوز، انا هستناك لما تنزل كورس البراند استراتيجي بتاعك، بس انجز فيه بالله عليك، انجز فيه، وهعمل لك شايف القناه، ولما تنزله كده ايه يبقى نتكلم فيه مع بعضينا. لسه هروح ادور واعمل سيرش، لان احنا كبرنا على الكلام ده. اقول لك يا عم اعمل سيرش، اعمل سيرش واسمع الكلام كده. خلينا كده نعمل شير للسكرين ونشوف اصلا اللوجو كان عباره عن ايه، وايه اللي انا عملته، وايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها، لان دي مهمه جدا. زي ما انت كده شايف ده اللوجو، الشركه اسمها شركه وعد المساطر، وهم اصلا باختصارهم اللي هو ايه، او اس تي. او اس تي شركه تشغيل او توفير عماله، بمعنى صح ان هي بتعمل مثلا انترفيوز للناس، بعد كده تقدر تقدم يعني عماله، موظفين للشركات التانيه. طبعا صديقي هنا زي ما انت شايف، هنا اول مشكله في الموضوع ده ان اللوجو ده 3 دي، فاحنا محتاجين نشتغل على حاجه 2 دي. طبعا موضوع ال 3 ده خلاص بقاش موجود دلوقتي، اللي هو ايه، قله قليله جدا في ظروف معينه، فمحتاجين نشتغل على لوجو 2 دي. تاني مشكله انا كنت شايفها هنا في اللوجو ده هو ان الكلام كتير جدا. انت عندك اوت سورسنج سوليوشنز تكنيك، ده اللي هو تقريبا اللي هو الشورت كات بتاع او اس تي، فهم خدوه من الحته دي. برضه تنزل تحت عندك شركه وعد المصادر للتشغيل والصيانه، ازال ميم. تنزل تحت عندك كلمه ريسورس بروميس فور اوبريتنج اند مانجمنت سي او ال تي دي. فعندك كلام كتير جدا، فانت محتاج ايه تختصر الكلام ده كله. طبعا دي كانت المشاكل اللي شفتها بشكل اساسي. التحدي كان فين بقى؟ ان انا هنا دي شركه من 2008 في السوق، فهي بتعمل دي براندنج مش ري براندنج، فاحنا مش هنعمل تغيير جذري، احنا مثلا هنعمل ايه، تعديل بسيط بس في ال فده كان كل الفكره عندي في ان انا هعمل لوجو بسيط جدا، وهشتغل على البراند اركتايبس، احاول اوصل ان اخلي التعديل او التغيير يكون في المسجنج، ويكون في السلوجانز والتاج لاينز بتاعتهم. ما كنتش عايز اعمل تغيير كتير قوي في الهويه البصريه او تحديدا في اللوجو. طبعا كنا هنضيف عناصر زي ما هنشوف دلوقتي مع بعضينا. فاول حاجه نشوف كده مع بعضينا، طبعا في جزء فوق ما يهمناش في حاجه، عايزين نبدا من هنا، من اول جزء البراند اركتايب. ده هو البراند اركيتايب، اللي هو الدايره اللذيذه دي. تلاقي عندك هنا المتقسمين لاربع اقسام. هو هنا بروفايد ستراكشر، هنا كونكت تو اذر، هنا بيسيب علامه، هنا يرنن فور بارادايس. فانت هنا عندك 12 شخصيه. المفروض انك انت بتبدا تشوف البراند بتاعك حسب ما العميل قال لك هو هيمشي مع اي شخصيه. هل هو بيمشي مع الكرييتور الشخص المبدع، ولا يمشي مع الشخص الكير جيفر، ولا مع الانوسنت، ولا مع الهيرو، ولا مع الساحر، ولا مع ايه. ففي براند زي وعد المصادر او OST، هنا ده شركه بتقدم خدمات للشركات التانية، بتحاول تقدم توفر لها عماله. فهنا كان بالنسبه لي ان افضل براند انا كتابها يكون الكير جيفر، الشخص اللي بيدي اهتمام او رعايه للاشخاص الاخرين. طبعا دي هنا المميزات بتاعه البراند اركت او سوري اللي هو البراند اركت بتاع الكير جيفر دي. طبعا اهدافه دي، الجزء بتاعته دي، الاستراتيجيه اللي هو بيشتغل بيها. طبعا ان شاء الله في كورس براند استراتيجي هعلمك ازاي تعمل كل الكلام ده. هو مش هيكون كورس براند استراتيجي، هو هيكون كورس عباره عن تعمل براند ازاي بناء على استراتيجي، وهنتكلم فيه شويه استراتيجي. اشترك في القناه، اشترك في القناه، ماشي. نيجي بعد كده ننزل للسلايد اللي بعديها. هو اصلا او ليه اصلا الوايك الكير جيفر؟ عشان تراست اند ريلابيلتي سبورت اند نيرتنج لونج تيرم ريليشن شيب. طبعا دي كلها المميزات او الكاركترستيك بتاعه الكير جيفر اللي بتبقى ماشيه مع البراند. لو انت مش حاسس ان الموضوع كبير، سكيب الجزء ده، ما تهتمش بيه قوي، خش على الجزء اللي بعده. طبعا دي برده هي امثله من المسجنج اللي احنا كان ممكن نعرضها او الشركه تشتغل بيها في الماركتنج بتاعها. طبعا دي هنا شكل الفيجوالز بتبقى عامله ازاي، انك انت شخص بتقدم اهتمام ورعايه لشركه تانية، او بتقدم دعم لشركه تانية، فمحتاج ان الموضوع يكون كوبريتنج شويه، في تعاون، في سبورت. طبعا كل الكلام ده طبعا كان ده بس اللي هو مثال للفيجوال. طبعا دي التون اوف فويس ان هو يكون يعني دافئ شويه، يكون في سبورتيف، امباثيتك، يعني حاجات كلها. طبعا كل اللي ساعدني في الليله دي كلها ان انا عرفت احدد البراند اركيتايب الصح، بدات ابني كل الكلام ده. فانت لما تختار براند اركيتايب صح، بتعرف تعمل تون اوف فويس صح، بتعرف تختار فيجوال كويس قوي، بتعرف تكلم العملاء بانهي لهجه. يعني مثلا دلوقتي انت لما تيجي تختار براند اركيتايب، مثلا الشخص الادفنتشر او الشخص اللي هو ايه، المغامر، فانت محتاج كل البوسترز بتاعتك، كل التكنيكس او كل التاج لاينز، او حتى شكل البوسترز يكون فيها حركه، يكون فيها اثاره، يكون بولد، ما تكونش هشه. فاهمني؟ فده كله بيساعدك بشكل كبير جدا جزئيه البراند اركيتايب. فانت لما تيجي تاخد الموضوع ده تروح عكسه على الاستراتيجي، او تروح عكسه على الفيجوال، فبيكون بيساعد بشكل كبير جدا. نيجي بعد كده هنا عند الفيجوال ايدنتيتي. طبعا هنا في البدايه ده اللوجو اللي انا طلعته. طبعا هنا انا ما كنتش موفق في الدايركشن ده، بمعنى صح، لان انا زي ما قلت لك انا كنت عايز الكلاينت يفضل محافظ على شكل بسيط للوجو، بس يكون التعديل يكون في الهويه البصريه بشكل عام، ما يكونش بس اللوجو. لان زي ما انت عارف، او زي ما انا شايف ان، او احنا متفقين بشكل عام ان اللوجو هو بس حاجه تعريفيه. ده انا عايز اعرف بس ان دي OST.
فانا كنت عايز اغير في البراند بشكل كبير جدا، عايز اسيبه اللي هو ايه حاجه سيمبل، فعملت اللي هو ايه الايقونه الذي طبعا النوع ده من البراندز او من الشعارات هو اسمه النوع الليترز اللي بيكون مبني على الحروف، والنوع ده بتلجأ له لما يكون عندك اسم طويل جدا فتضطر تاخد اول حرف من كل كلمه وتعمل الموضوع ده. طبعا الموضوع ده يعني منتشر كتير بشكل كبير، مثلا زي شركه دي اختصار ل4 كلمات فاهمني، فمثلا زي كلمه دي ان اي دي مثلا اختصار لكلمه 3 كلمات. فهنا احنا اشتغلنا على الموضوع ده، فكان كل الفكره ان احنا نشتغل على الليترز بتاعه الاسم. طبعا ده هنا كان حاولت ان أنا اعمل سوليوشنز لمشكله الخط او مشكله الكلام كتير جدا، فده كان اوبشنز من ضمن الاوبشنز ان انا اعمل اللي هو الاسم كده او بالطريقه دي او بالطريقه دي، او ان انا اعمل اللي انا كنت شايف ان هو ده انسب حل ليهم، ان هو يستغنوا عن كلمه الكلام الكبير ده، يشيلوا كلمه بعض المصادر. لان العميل قال لي ان الشركه عارفاهم كلمه او اس تي، يعني لما العميل يجي يتكلم عنهم ما بيقولش شركه بعض المصادر، لا بيقول لك شركه او اس تي. فبالنسبه لي الجزء ده كله ملوش لازمه، لان كده كده العميل عارفك بالجزئيه دي، فعشان كده انا كان بالنسبه لي ده كان افضل اوبشن. نيجي بقى نشوف الالوان. هنا انا كنت عايز ادمج ما بين اللون الازرق، لان هنا الثقه مطلوبه بشكل كبير جدا، لانك انت هنا بتوفر موظفين للشركات، فانت محتاج توفر لهم موظفين على اعلى قدر من المهاره، اعلى قدر من الكفاءه، اعلى قدر من الثقه، فانا محتاج ان اضيف عنصر الثقه. في نفس الوقت انا عايز الموظف ده يجي يعمل تطوير في الشركه، يعمل نمو في الشركه، فمحتاج اللون الاخضر. فاخترت اللون اللي هو بيسموه البلي تيفال تقريبا، مش عارف اسمه ايه، هو اللي قدامكم ده بيدمج ما بين الاثنين. تمام. طبعا ده كان برضو الفاريشنز الثاني للوجو. دي بقى عند الفيجوال ايدنتيتي، الشكل اللي انا كنت عايز الكلاينت يروح فيه اكتر. طبعا سيبك من السلايد دي خالص، ده كان الخط اللي شغالين بيه. طبعا انا عاشق لخط المنصورات بيجري في دمي. شوف بقى الابلكيشنز هنا مش عارف الصوره بكسل ليه، ولكن هنا اخترت باترن، والباترن ده مش انا اللي مكريته، وانا جايبه من على النت، وانا قلت كده كتير جدا لو مش بتعرف تعمل باترن مش مشكله انك انت تجيب تشتري باترن من على النت، او حتى تنزل باترن فور فري لو انت ما عندكش مشكله في الجزئيه دي. هنا ليه بقى يا زوز انت اخترت الباترن ده؟ انا قلت لك باختصار احنا بنتكلم عن شخص بيدي اهتمام، بيدي تعاون، بيدي تراست، فانا كنت عايز الموضوع ده يبان في الباترن. فانت هنا تحس الباترن دي، تحس ان الاثنين دول حاضنين بعض كده، اي واخدين بعض كده، فده الدايركشن او الانطباع اللي انا عايز اوصله، فاخترت اللي هو الباترن ده. طبعا انا هنا استخدمت في الباترن ده اللي اوت، احنا عاملين كورس كامل عن اللي اوت، ممكن ترجع له هيطلع لك في الاي اللي هنا، مش عارف هيطلع هنا ولا هنا، ما علينا يعني، هتلاقيه في الكومنتات في الديسكربشن تحت. شوف بقى الهويه، طبعا هنا ده برضه جزء من الهويه تطبيقها. اعتقد ده كان الفولدر، ده البيزنس كارد، وده الظرف، وده تقريبا ده الظرف، وده الظرف، ما علينا. دي شكل او توقعات للبيزنس كارد. هنا البوسترز انا اشتغلت فيها بشكل كبير جدا على اللاي اوت، كانت كلها لاي اوت. طبعا نستخدم حاجه تكون مينيمال بسيطه جدا توضح الرساله على قدر الامكان. طبعا هنا وطبعا ده شكل السلوجانز اللي انا كنت بفضل ان احنا نستخدمها في البوستر عشان تبين ان احنا ايه مهتمين بيك، بنقدم لك ناس على كفاءه، مهتمين بيك، الجوده، الاشعار الافضل، كل الكلام ده. طبعا هنا برضو الفكره ده كان ستيكرز، ده كان الليتر هيد، اظرف الشركه او الورق الرئيسي بتاع الشركه، ده شكل تخيل البوسترات مثلا او ايا كان هو هيتموا في ايه. طبعا ده شكل الاي دي. طبعا للاسف الديركشن ده اترفض، ومش للاسف بصراحه، انا كزياد بحب اوقات ان العميل يبقى رخم بشكل معقول، يعني مثلا انا احب العميل مثلا ايه مش اول ما ابعت لك اللوجو كده تقبله، يا عم خلي فيه شويه تعديلات كده، يعني مش تعرفني بالتعديلات، لكن يكون مثلا شويه مثلا لا عايزين مثلا نوصل لحاجه احلى، لا اللوجو ده حلو بس عايزين نوصل لحاجه تانية. فانا ساعات بكون اكزايتد لتعديلات العملاء، انا عايز اوصل، لان انا عندي قناعه ان اول اوبشن او ثاني اوبشن دول ممكن يكونوش افضل حاجه، خصوصا لو كان العميل مستعجل. فممكن اول اوبشن ده اللي هو مثلا نتيجه استعجال العميل، نتيجه ضغط عندي في الشغل، نتيجه اي حاجه، فممكن ايه لو العميل وافق عليه فانا بكون مرضي عن النتيجه. انا كده كده ما بقدمش لوجوز او اوبشنز انا مش راضي عنها، لازم اكون انا راضي عنها 100%. عجبه الكلاينت طب والله الحمد لله، ما عجبوش بنبدا نشوف حاجه جديده، وانا ساعتها بكون متحمس ان اعمل اوبشنز جديده. مع ان انا في البتاع ده عملت اوبشنز كتير جدا، لان هنا انا ما كنتش دايركت مع العميل، انا كنت طرف 3 بارد ثيرد بارد او سكند هاند، اللي هو اي في شركه كلمتني فوصلوني بالعميل واشتغلنا، ده انا مسميه الثيرد بارد او ايه سكند هاند. طيب خلينا كده نشوف الاوبشن الثالث او اخر اوبشن صراحه انا اشتغلت مع الشركه دي. هو الاوبشن ده طبعا هنا لا الشركه دي بتقدم موظفين، فانا كنت عايز اوصل مسج اللي هو ايه الاتفاق، الثقه، الابتسام، الرضا، بس تلاقي هنا الشخص ده مبسوط، هنا في تعاون، هنا في كونكشن. فدي المسج اللي كنت عايز اوصلها في الليله دي كلها، فعملت الاوبشن اللذيذ ده. هنا الاوبشن ده الفكره هي موجوده، فكره ان عارف الاس ده
نروح كده على الإليستريتور، بسم الله كده نجيب ريكتانجل، ده ريكتانجل كده. إيه يا عم في إيه؟ عايزين ريكتانجل أهو بسيطة، ماشي كده. هنخليه مثلا 90,000 مثلا بكسل ولا حاجة. حلو ال 90,000 دي، ونخلي دول مثلا عندنا راوندد، والسي دي ودي نشيلهم. ممكن تلف دي كده، نلفها مثلا كده، ناخد من دي كوبي ونلفها كده. انت اكيد بنسبه كبيره شفت الشكل بتاع حرف الاس ده. جميل. طيب انا عايز اعمل شكل، هو جايب ماشي على الهكسنال كود ليه؟ انا عايز يا عم كده مثلا. فانا عايز اوصل ايه للشكل ده. وفي حاجه غلط في الماوس النهارده، حاجه مثلا كده، دول اتنين ويسلموا على بعض. حلو. ممكن ناخد ده نقصره شويه، وده برضه نقصره شويه. ده الشكل اللي انا عايز اوصله بشكل، يعني ده الشكل اللوجو اللي انا شايف ان هو هيكون مناسب جدا معاهم. ليه؟ هو بيعبر عن كل اهداف الشركه، مناسب جدا معاهم بشكل بسيط. بيوصل في حته الميتنجز والاتفاق والكونكشن وكل الكلام ده. ولكن كانت مشكلتي كلها ان انا واثق ان الشكل ده انا شفته قبل كده. فكان الفكره في ان انا هعمل من ده اعمل اكسباند ابييرنس، مش عارف هي اكسباند ايه، وادليت دي. وجربت حاجه كنت انا عملتها، اللهم صل على سيدنا محمد، كنت عملتها في لوجو سهله. شايف اللوجو ده نزلته هنا ونزلته على الانستجرام، هتلاقي برضه لينك الانستجرام في الديسكربشن، ممكن تشوفه هناك. اللي هو ايه، انا هاخد بس شايف انكر بوينت دي، اخدها كده، عايزين دي، واطلع بيها كده، وتشد دي كده. مثلا ده اللي هو ايه، اتنين بيسلموا على بعض ولكن بشكل حديث شويه. طبعا مش ده الشكل النهائي اللي انا عملته، هو كان الشكل اللي هو قدام كده. فطبعا هنا ايه، نعمل الكيرف دي عشان ما يبقاش فيه زوايا حاده، يبقى الموضوع كله. وبرده هنا الجزء ده يعبر عن، او الحته دي اللي هو هنا شكل السلام، وهنا برضه بيعبر عن شكل الكونكشن. كل الجزء ده بص الايقونه دي، يعني او الشكل ده طالع من الصور دي كلها. ده كان الشكل الاخير اللي انا عملته بتاع الريبراندنج بتاع شركه او اس تي. ولكن يا صديقي الانسان الفنان، فكره الريبراندنج بشكل عام او فكره الديب براندنج، انت زي ما قلت لك انت بتحاول ترجع للعميل تشوف هو ايه المشكله اللي عنده، وهل هو محتاج يعمل تعديل جذري في اللوجو، ولا بس اللي هو ايه زي ما انت شفت كده بالطريقه دي. طبعا لو كان السوق العميل ده موجود في السوق بقاله كتير جدا، فما تحاولش انك انت تغير خالص من الهويه بتاعته. ممكن يكون العميل مش فاهم، فانت لما تيجي تعمل الموضوع ده ممكن تخسره كتير جدا. وحصل بشكل كبير جدا في براند، مش عارف البراند ده تقريبا كان جهينه، او مش فاكر صح اسم الشركه. كانت عندها المنتجات بتاعتها كانت حلوه جدا، والسوق ماشي وبتاع ودي نزل، فقال لك احنا عايزين بس نعمل ايه، نعمل تغيير بس في شكل الباكجنج بتاع العلب. خدوا الشكل اللي هم كانوا عاملينه بتاع العلب التقليدي، عملوا الاستيشنز حلوه جدا، الاستيشن كانت ممتازه، ونزلوها. بيفاجئين ان الشركه تخسر حوالي، مش فاكر يا رب، كان 40% 60% من ارباحها. طيب ليه؟ ما احنا نفس المنتج. اللي حصل ساعتها ايه، ان العميل متعود على شكل معين من العلبه، فلما اتغيرت العلبه الوانها اتغيرت، بقت لونها ابيض، بقت فيها اشكال. ففي ناس ما عرفتش اصلا العلبه هي ايه، يعني ما عرفتش اصلا المنتج ده هم اللي بيدوروا عليه. وفي ناس افتكرت ان المنتج ده هو اصلا للدايت، لان هو ابيض ما فيش عليه رسوم، فافتكروا ان هو زيرو سكر، فما حدش اشترى. فطبعا رجعوا لايه، للموضوع الثاني. فخلي بالك لما تعمل ريبراندنج تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه، عشان ما تجيش مثلا تخسر العميل، او اللي هتكون سبب ان العميل يخسر فلوس. وطبعا لو انت كنت وصلت لحد هنا في الفيديو، فانا بصراحه بشكرك جدا من اعماق قلبي. اللايك على الفيديو بيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر، بصراحه ده شيء انا اتمناه. طبعا شيء تشرف بيني كده تكون موجود في القناه. في الاخير لو تعرف حد ممكن يكون محتاج الفيديو ده او ممكن يستفيد من الفيديو ده، فابعته له. وكده يا ابو العزيز تقدر تعمل سيف للارت بورد بتاعك، وهنا نلتقي في ارت بورد جديد. السلام عليكم.